السلام عليكم واهلا وسهلا. المشتركات ديالي في هذا اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم وصفه جديده اللي هي رولي البطاطس بحشوه التونه، وان شاء الله كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديالي. لذيذه بزاف، مشبعه، عائليه واقتصاديه، وهادو هما المكونات اللي وجدت باش نعمل هاد الرولي. كيلو ديال البطاطس، فورتها، قشرتها، قطعتها اطراف ومفوره. الا بغيتو حتى تسلقوها في الماء ماشي مشكل. هذه المايونيز، 2 بيضات مسلوقين، الزيتون مقطع دوائر، وهذه الفلفله حمراء حلوه شويتها ومن بعد دوزتها شويه في الزيت باش ترطب. وهذه التونه، وهذا هو اللي استعملت باش نطحن البطاطس والبيض. هادو هما المقادير ب6 لغات. هاد الرولي في الحقيقة هي تؤكل كالسلطة، شلاضة بالإسبانية، انسالادية الروسة، وتؤكل حتى كأكلة كطبق إما سخونة. وهذه دابا كنطحنو هذيك المطحنة اليدوي، وتقدروا تطحنوا حتى هذا ولا بالفرشيطة. دابا كنضيفوا المايونيز 2 معالق كبارين، هذا اختياري، اللي ما بغاش ما يديرهاش. ونضيفوا ملعقه صغيره ديال الملح، وملعقه كبيره تاني ديال الزيت النباتيه. دابا كنطلقوها بهذا المدلك الصغير وكنعوطوها بحال شي مستطيل، وكنضيفوا لها من الفوق واحد الملعقه كبيره ديال المايونيز باش تلصق لينا كلشي ديك الحشوه. هذه التونه كنفرشوها ومن بعد نطحنوا من فوق البيض المسلوق، وعاود ثاني كنفرشوه من فوق التونه. ونضيفوا دابا الفلفله اللي كنت وريتكم قطعتها مربعات صغيره، ونضيفوا دوائر الزيتون اخضر، ولا بغيتو ديروا الزيتون اسود تقدروا تضيفوا اي حاجه اللي بغيتو. وبهذه الطريقه انا كنبقى ندورها باش نشكل الرولي. ونضغط عليها مزيان في الكاغيط، هذاك الكاغيط بابيي مزبد. ونقدروا نديروها مثلا تخليوها في الثلاجه العاديه واحد 4 ساعه باش كتشبر في راسها مزيان. وهذا اختياري، هذا ديكوراسيون اختياري. انا اختاريت واحد شويه ديال البطاطا، خليتها ودرت بها لي بيتي زيتوال. ودابا غادي نبداو في الديكوراسيون. غندهنها بشويه ديال المايونيز من الفوق، وباش كنعطي واحد المنظر لهذيك الرولي. ومطيشه كما كانت تقطعوا بحال شكل دوائر وبتشكل بحال الوريضات. ودابا غادي نعملو طماطم حبل الملوك بحال الزواق. واللي بغيتو نتوما هذا اختياري، ديروا اللي بغيتو اللي عجبكم. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار، تقدموها للعائله ديالكم وكعشاء طبق ممتاز جدا. وبارطاجيو هذا الفيديو ديالي مع بعضكم البعض. واللي بغى يشترك معايا كتعرفوا شهوات رشيدة. وخليتكم في امان الله، والى اللقاء وفرجة ممتعة.